يا دكتور ابني متعود يكذب عليا في كل حاجه، حتى لو حاجه بسيطه ومش مستاهله برضه بيكذب عليا. اعمل ايه؟ تعملي ايه في ايه؟ ما هو كله منك. ما هو ابنك شايفك على طول، كل ما يقول لك ان هو عمل حاجه تعاقبيه او حتى تتعصبي عليه، ما هو طبيعي يبقى كذاب. وده للاسف اكبر سبب بيخلي الاولاد يتعلموا الكذب. ما هو لو حاسس ان هو هيتضرب ويتعاقب كل ما هيقول الحقيقه، ولو كذب الموضوع هيعدي وممكن كمان ماما تفرح بيا، تفتكر هيختار ايه؟ ما هو طبيعي يكذب. لكن لو عايزه تحلي المشكله دي مع ابنك تعالي لي بقى. مبدئيا افهمي سبب الكذب، هل هو خايف من العقاب ولا بيحاول يجذب الانتباه عليه ولا ايه بالظبط؟ ومفيش مانع لو تدي نفسك وقت تسمعيه، ما هو زي ابنك برضه. طب عرفنا سبب الكذب ايه؟ جميل. خليكي بقى مصدر امان بالنسبه له. من الاخر لو حب يحكي اي حاجه يجي يرميها في حجره ومن غير ما يكون خايف او شايل هم ان انت ممكن تكوني هتعاقبيه. قولي له انا بحبك وعايزاك تكون صادق معايا، ولو عندك مشكله انا هساعدك. خليكوا مصدر امان لاولادكم يا جماعه، بلاش جو الثواب والعقاب، لانه من الاخر ما بياكلش عيش مع الجيل الجديد. وبس كده.